ويسعد لي مساكم يا متابعيني. ان شاء الله تكون بألف خير يا رب. ورجعت لكم اليوم ان شاء الله فيديو جديد. لا تنسوا اذا اول مرة عم تشوفوا الفيديو تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيه عشان يوصلكم كل شي جديد. ما راح اطول عليكم اليوم ان شاء الله. راح اساوي باذنجان. بدي مون مقدوس. طبعا عندي هون 5 كليات باذنجان. طبعا شلت الروز وغسلته. هون عندي كمان المي حطيتها عم تغلي عشان بدي اسلقه. خليكم معي خطوة بخطوة ان شاء الله. هون يا متابعين طلعت اول وجبة انسلق. عندي باذنجان اتركه يبرد شوي مشان احشيه بقلبه ملح. هلا حطيت وجبة تانية. وهون عندي الباذنجان حطيت قلبه ملح. وهيك يا متابعيني عندي الباذنجان خلص الكمية اللي كانوا باقيين. حطيت جواته الملح. هلا بقى راح احط التقلة. راح ابلش احط ما فرن بدي احط كثير تقل عليهم. هلا راح احط يعني لترين مي. بعد شوي شوي ببلش اتقل. وهون يا متابعيني حطيت لترين مي. بلش شوي شوي تقل عليهم مو فورا مشان ما يتشرب. طبعا راح اعيفه انا يومين مكبوس. لبكره ان شاء الله برجع بزيد بحط 5 لتورة مي تقلي فوقن. وهون عندي الباذنجان يا متابعيني. طبعا عفته يومين مكبوس. وهون عندي يا متابعيني راح انشره عندي على الطاولة عشان اهويه. بسم الله بلش كله صفى. وهون يا متابعيني نشرت الباذنجان اتركه شوي يتهوى. بعدها ببلش هلا بالحشوة المقدوس. وهون عندي حشوة المقدوس صارت جاهزة. عبارة عن محمرة وجوز وثوم. حطيت كمان شوي من زيت الزيتون. ريحته لحالها بتشهي. هيك يا متابعيني عندي المقدوس صار جاهز. حشيته خلص الكمية اللي كان عندي. هلا بقى بدي احطهم بقطرة من زيت. وهون عندي مقدوس صار جاهز. 3 مطربانين طلع عندي. صفيته بعد ضفت عليه زيت. نكون وصلنا لاخر نهاية الفيديو. ان شاء الله ينال اعجابكم. لا تنسوا اذا اول مرة بتشوفوا الفيديو تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيه عشان يوصلكم كل شي جديد. نشوفكم في فيديو قادم. سلام.